في ناس بتفكر ان شغل المدرسة هو الساعة اللي بتدي فيها الحصة وخلاص، لكن الحقيقة ان الشغل بيبدأ قبل الحصة بوقت طويل. قبل كل درس اول حاجة بعملها اني ارجع ابحث في موضوع الدرس نفسه، مش بس راجع المنهج لكن اشوف ايه الجديد وازاي اشرح الفكرة بطريقة بسيطة واقرب للطلاب. بعدها أسأل نفسي سؤال مهم، هو الطالب ممكن يستفيد من المعلومة دي في حياته إزاي؟ لما الطالب بيحس إن اللي بيتعلمه بيحصل حواليه كل يوم عمره ما هيعتبر الساينس مادة مملة. بعد كده بفضل أدور على أفضل وسائل أوصل بيها فكرة الدرس، ممكن فيديو قصير، رسمة توضيحية أو حتى صورة، لأن بعض الأفكار بتتفهم أحسن لما تتشاف. بعد كده بقى أقعد أجهز الأسئلة اللي هنتناقش فيها، مش عشان الطلاب تقعد تجاوب وخلاص، لكن علشان الطلاب تتعلم تفكر وتتوقع وتحلل وتشارك. أنا بحب الطالب يطلع من الحصة فاهم كويس وحاسس إن المحتوى لامس حياته. بالنسبة لي الحصة مش وقت إن أشرح في المنهج وخلاص، الحصة دي فرصة إني أشعل فضول طالب علشان يفضل يحب الساينس طول حياته.